الجناح الآخر أخونا السيد الفاضل المحامي أستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل، قال لك سأقيل وزير الداخلية. ليه؟ لأنه كان بيطبق مثل كنا احنا بنقوله زمان، كنا بنقول يا ده يا دقي على اسم الدقي، فهو قال لك بس هروح اطبق المثل، قام واخد الناس بتوعه وقال لك انا رايح اخليها ده يا الدق على اسم الدق. فتصدى لهذا الامر اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية في ذلك الوقت، والراجل نزل بنفسه شوف اول مرة في تاريخ مصر ينزل وزير داخلية علشان يقف يحمي اسم شرطة، خلي بالك. فخرج لنا بقى الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل، اللي انا في نفسي ابعته نصيحة من اخ، اقول له نظرا لان السيدة والدتك السيدة الفاضلة والدتك من مركز طلخة واحنا من على خط واحد سليم، فانا بنصحك نصيحة لوجه الله، عليك ان تسافر الى الولايات المتحدة الامريكية، هتعيش هناك عيشة هنية وهتبقى بتطبق مثل ثانية حالتها منهية، وربنا يسهل لك وهتبقى عايش احلى عيشة. انما الشعب المصري الغلبان، الشعب المصري اللي طافح الكوتة ما يقدرش يتحملك.